تفسيرك لهذا الارتباك الآن في جمعية الوفاق؟ المسألة ليست ارتباكا، المشكلة الرئيسية في البحرين هو أجواء عدم الثقة بين المعارضة والحكومة. هناك اتهامات متبادلة وتصعيد متبادل عديم المعنى والجدوى. إذا كانت هناك مبادرة طرحت من ولي العهد البحريني وافقت عليها المعارضة وتم البدء في حوار جرى بعده الاختلاف عليه وانسحبت أطراف منه، ثم بعد ذلك عرضت المعارضة وثيقة هي شبيهة تماما بالبنود التي عرضتها مبادرة ولي العهد. القضية الكبرى في البحرين هي أجواء عدم الثقة بين الجانبين. الحكومة البحرينية أو الأسرة الحاكمة في البحرين ترى أن المعارضة تستعين بالطرف الخارجي وأنها تحول مسار الأحداث إلى منحى طائفي ليس له علاقة بحقيقة الواقع السياسي. أنت ماذا في هذه النقطة؟ هل بالفعل جمعية الوفاق تدعم خارجيا من قبل دول إقليمية؟ أنا لا أريد أن أوجه اتهامات إلى أي شخص، وإلا أنا أقوم بدوري فقط في تحليل الموقف ولست هنا بصدد مساندة رأي ضد آخر. هناك تقارير تقول ذلك. اسمح لي أستاذ محمود، بما أنك تحلل الموقف، إذا أنت تقرأ الموقف كله جميعه من فوق تحليلي معروف في هذا الأمر. هل المعارضة تتلقى دعم خارجي بالفعل كما يقول النظام البحريني؟ هل هذا صحيح؟ هل له وجه من الصحة والدقة أم لا؟ يعني نريد أن نعرف من نظرتك التحليلية وقراءتك للمشهد البحريني. من قراءتي للأحداث هناك تصعيد غير مبرر من المعارضة، ربما يكون هذا بضغط خارجي. أما مسألة الدعم فهذا يحتاج إلى تدليل ووثائق أنا لا أملكها بالتأكيد، وإنما الأسرة الحاكمة في البحرين تقول ذلك. وإذا رأينا إلى جهات بعينها في تغطية الحدث نجد قنوات بعينها تهلل المعارضة وتكيل الاتهامات والكيد الكبير للحكومة البحرينية، وهي تدعم المعارضة على طول الخط. وفي المقابل نجد جهات أخرى وقنوات إعلانية نعلم هذه القنوات إلى من تتبع وهذه القنوات إلى من تتبع، تكيل المعارضة للبحرينيين وتتهمهم بالطائفية ومحاولة تدمير البناء الديمقراطي العائلي في البحرين الذي تؤكده كل البيانات الرسمية، والتي تقول أن هناك طبيعة خاصة للبحرين، بمعنى أنها دولة ذات مكونات خاصة وأسلوب حكم خاص، له امتدادات عشائرية ومسألة لها تاريخ بين العائلات وليس مسألة من يستحق أن يحكم أو لا. هذه هي القضية الأساسية، أن الثقة انعدمت بين الجانبين، وبالتالي أول خطوة في حل المسألة أن يكون هناك ثقة فيما يطرح وأن تكون خطوات لتعزيز هذه الثقة. هل تبدو السلطة في البحرين اليوم راغبة في تجاوز حالة الاحتقان؟ هي تعلن ذلك. أنت من نظرتك هل هي ترغب في أن تتجاوز هذه الحالة من الاحتقان في البحرين أم لا؟ أنا لا أتصور أن يكون هناك أي نظام يرغب في وجود احتقان، خاصة في دولة مثل البحرين تضم مكونات هي التي تشكل النسيج الشعبي في الدولة. ليس من مصلحة أي سلطة حاكمة سواء في البحرين أو غيرها أن تثير النزعة الطائفية أو تساعد على إثارتها إذا كانت موجودة بالفعل، لأن هذا ليس في مصلحة الحكم وإنما قضية المحاكمات أستاذ شناوي، هل هي تقف عائقا أمام عودة لحوار وطني جاد؟ بالتأكيد، لأن هذه الأحكام التي صدرت قاسية جدا، ويرى المعارضون البحرينيون وأنا أوافقهم في هذه النقطة تحديدا أن الأحكام شديدة القسوة على من اتخذت ضده من الأطباء أو من الذين اتهموا بإثارة العنف في البحرين أو محاولة زعزعة استقرار الدولة. إذا كانت هناك نية صادقة بالفعل لدى الحكومة البحرينية لتكن تلك الأحكام أقل قسوة من هذا أو تكون قابلة للاستئناف عندما تكون هناك مفاوضات جادة. أنها ستعيد محاكمة 20 من العاملين الطبيين أمام محكمة مدنية. أليست هذه محاولة لتصحيح إذا كانت هناك نية صادقة فليكن هذا الإعلان، وإذا كان قد جرى فعل فهذا يؤكد على حسن نوايا الحكومة الذي يجب أن يقابل بحسن نوايا من الطرف الآخر. هل هذه النية واردة أستاذ محمود من قبل؟ بالتأكيد يجب أن تكون واردة. أنا في تصوري أن استمرار حالة اللا سلم واللا حرب والغليان تحت السطح في البحرين ينذر بعواقب
الوخيمة. تمام، ابقى معي أستاذ محمود. أتحول إليك أستاذ مطر. أستاذ مطر، لندخل في الوثيقة أكثر وأكثر، هناك من يقول إن هذه الوثيقة فيها تجاهل للمكونات الأخرى، وبرز لنا التجمع وتجمع الوحدة الوطنية هو الممثل المكون السني بكل وضوح في البحرين. لماذا لم يتم التواصل مع كل هذه المكونات حتى نصل لحالة توافقية؟ أنا لا أعتقد أن تجمع الوحدة الوطنية يمثل سنة البحرين. في المقابل فإن